كلنا نعرفوا حكايات بوكع كرك والغول. أشكون ما حكاتهالوش من ماتوا في صغرته وما يتفكرهاش ولو البعض منها ولو كلمات. مرة نقرأ في كتاب فرنساوي متاع حكايات، لقيت حكاية تشبه لهذه. هي ماهي الحكايات اللي كل تتسلف من بعضها، وساعات نحكي لكم حكاية من الأندلس ولا من الهند ولا من شابون، وهي كأنها حكاية من حكاياتنا، وتلقاها في أغلب الأوقات ما تختلف على حكاياتنا إلا في بعض جزئيات. هذا يا سيدي قال لك واحد تارزي قاعد في حانوته يخيط، تعدت امرأة تبيع في المعجون شراه من عندها وقية، وعنده خبزة في الحانوت، قصها شق على اثنين وحط هاك المعجون على شطرها باش يفطر، وقعد يخيط حتى يكمل باش يفطر. واذا به ذبان الدنيا والدين تلم على هاك الطرف الخبز هذاك بالمعجون، بدا ينشي بيده، ضربة من الضربات لصقت يده في المعجون، كيف هزها يلقى 7 ذبانات لاصقين فيها. قال شنو أنا أعباري 7 في ضربة واحدة نطيح 7 أرواح، وما زلت قاعد في هالبلاد هذه. هالبلاد هذه ما عادش ترفعني، ما عادش من قدري، أنا تارزي زاد. لا يا سيدي، وجبد فصل طرف قماش عملوا محزمة وترزع عليها هذا عباره 7، وهو راهو حيد موشفن ذميم ربيع كارته كما يقولوا بنفخة طيحه مش بكف. خرج يدور في البلاد يا سيدي، اللي يشوفه يقرأ الكتيبة هذيك ينقز يجي غادي، حتى وصل باب البلاد خرج. فتكم بالكلام كيف جاء مش يخرج من الحانوت عنده طرف جبن حطه في مكتوبه أعوينه، ويقول لك في وجوع في الثنية ياكل، وهو خارج عصفور حصل في الحانوت بدا يطير ويضرب في الحيوط، بدا هو يحاصر فيه حتى شده والمات مكتوبه. أي خرج من البلاد دخل الغابة يعرض غول طوله عام وعرضه 6 أشهر، المنظر متاعه يفجع، يطيح الدم ما فركايب. قام يضحك الغول، شنو قالوا انا نسخيل مش نلقى بنادم كامل باش نفطر بيه، وانت الواه انت زرسها تاكل وزرسها ما تقعد جعانه وشنو؟ قال له لا انت تنجمني، انا اصح من 10 منك، انت هي العمقل، شوف الكتيبه هذه. لا انت قال له شوفوا شكون اصح من الاثنين. قال له غول مليح، استنى قعد يتلفت ويفركس، ومنها طبس هز حجرة حتى في كفه وبدا ينزل عليها حتى قطر منها الماء. قال له نجم تعمل هكا انت يا؟ قال له ماذا لا يا اخي تخيلني ولد المراه ما تحقرش راهو. وخرج هاك الطرف الجبن اللي في مكتوبه وطبس عمل نفسه هز حجرة ونزل على هاك الطرف الجبن هذاك حتى نبع منه الحليب. قال له أنا الحجرة مش نخرج منها الماء برك، أما الحليب، حليب أمها نخرجه. ولا الغول يخزل له بعين أخرى. قال مليح هاو نرمي حجرة ونشوفوا تنجمش تشيحها أنت قد ما نشيحها لفوق. واختف حجر رماها الفوق في السماء وهبطت. قال عاد هذه هاو شيء، وجبد ذاك العصفور هذاك مكتوبه وشيع وطار طلع على السماء ما رجعش. قال له أنا الحجر اللي نرميها ما ترجعش، تمشي في خبركان، تمشي عند اللي خلقها. ولا الغول مقدره. قالوا ملا الليلة راك من الذافي. قاش بيه وضرب قلع شجرة، قال باش يطيب العشاء. قالوا تعرف تهزها معايا كيزي؟ قال له وحش انت شفت اللي عملته تقول لي نجمش؟ ايش معناه نجمش؟
أي هز أنت من القعمورة وأنا من فوق. هو هز الشجرة وخينا نقص شد في فرع منها، وبدا ماشي بيه مش فاطن. كيف وصلوا ارماه الشجرة نقز، هو جاء واقف قدامها. الغول قدام الغار متاعه ثم جنينة والشجر شجرة متاع عوينة، هاك العوينة هذيك طايبة. اجبد فرع هبطوا اللوطة وبداوا ياكلوا في العوينة. لكن كيف شبع الغول سيب هاك الفرع هذاك اللي كان مهبط وشد بيده. ارجع هاك الفرع وخينا شد فيه وما عندوش جهد، ويمكن يود 30 كيلو ولا قداش، تشيع الفوق شجرة وجاء الغادي منها. قال له تنجمش تنقز كيفي من فوق شجرة هكا. جرب الغول ما نجمش، زاد كبر قدره عنده. أي دخلوا الغار لقاو جماعة غولة وبرشا أكباش مسلوخين ومشتوحين ثم، شعلوا النار كل واحد شوية كبش وبدا ياكل فيه وشد بيد واحدة. أي تعشى لا قال لا الحمد لله أنا ما نعرفش ناكل كبش برك، ما نرضى نحرك زروسي إلا على راس بقر كامل. قالوا على مراد الله تولي نمشي جيبولك. أي وين نرقد قالوا له هاو كفرش. مشات مد فيه. وقت اللي كملوا العشاء وطفاوا الفتيلة باش يرقدوا، هبط هو بشوية من الفرش مشى البد في تركينة. عقاب الليل سيد غول جايب في يده قنطرة حديد وجالك الفرش هذاك وقال له به العرب برحلت. ضربوا ضربة واحدة اللي تغفص 10 منهم. الفجر قاموا خرجوا باش يسرحوا وهو يسخيلوه ميت. صبح الصباح خرج كيف شافوه تفجعوا وهربوا كل واحد شد ثنية. قال هو وقتها هل من مبارز هل من مناجز، لكن ما ثم حتى شيء، الغابة فارغة خالية. شد ثنية حتى قرب البلاد، جاء قدام السرايا متاع الملك وتمد في القاعة والقد. فسيان العسى شافوا قال شنوه شكون اللي ما يحشمش هذا جاي يراقد قدام السرايا متاع سيدنا، برا يا عسكري باش تشد اعطيه وحدات وطردوا. مشالوا العسكري هو طبس عليه ويشوف الكتيبة هذيك في المحكمة متاعه. هرب يجري يرجع للفسيان قال له هذا يا عبارو 7 أنا نجمو. كيفاش عبارو 7؟ مشى الفسيان طل قال لا يا سيدي خاطيني. تلمت حظبة من بعيد لبعيد حتى حد ما يخاطر بعمره ويقرب له وهو راقد يجبد فيه كرومبي. الملك خرج للروشن قال شنو هذا؟ شكون هاك الكلب اللي راقد ثم؟ هزوا المشقة. خرج لذن من واحد لواحد وصل للضابط بتاع العسى قال استنى وطلع له يا سيدي. قال له هذايا قال لك عباره 7 ما تقول لي هاي كلام يا ضابط. قالوا 7 يا سيدي. هي نعم ها هيك مطروزة على المحزم متاعه. قال واحد كيف هذايا احنا ما نسيبوهش، هذايا نردوا قايد المحلات متاعي زعما يرضى. على كل حال اسمع ما تمسوهش، خليه حتى يقوم وحده باك يتغش ولا يتنبز. شكون يعرف يفنطرش وبعد فنطيره يعمل فينا فارعه. وقعدوا يستناو فيه سيدي حتى فاق وتقدموا له باحترام وقالوا له يا سيدي راهو سيدنا يسلم عليك كثير من سلاب وقال لك تعمل شي مزيه تتفضل تطلع تشرب بحذايا قهوه. قال الله يبارك. وتصفوا عساكر العسى ضاربين الصف على تعلم وعاطين السلام، وطلع في الدروج كل درجة واقف فيها عسكري بايع. تخلل بيت الديوان قاملوا الملك عرضوا في شطر الثنية كبوا على بعضهم قعدوا في جنبه. جات القهوة جات المرتبات جات كل شيء. قال له ترضاش يا سيدي تكون قايد المحلات نتاعك؟ قال له ايش بيه مليح. قال له لكن يلزم قبل كل شيء تريحنا من هاك الزوز غوال اللي شادين الغابة
ويقتلوا لي في الرعية وكل ليلة عشاهم منهم. قالوا هذه حتى شيء، وين في وجه هذو؟ قال هوج معي وصلوك. خرجوا معاه محلة حتى وصلوا للغابة. قال وحدي، ما نحب حتى حد يجي معايا، مانيش محتاج باش تعاونوني انتم. لو كان حاجة أقوى من هكا إيه ما شنو ما هات سيفك أنت يا. خذا سيف من عند واحد من العساكر وخش الغابة. برا ماشي برا ماشي يتلبد بشوية بشوية حتى لقى زوز غوال راقدين تحت شجرة. بدا يلقط في الحصحاص ويحط في مكتوبه ويلقط ويحط في مكاتبه، ومنها تشعبط طلع لهاك الشجرة وتخبى بين الأغصان متاعها وجبد حصيحصة وبدا يقمر مليح ورماها على وجه واحد منهم. فاق حك عينيه فيق صاحبه. قالوا الواد، قالوا شو الواد؟ قالوا خلينا نقدر على نفسي البلاد هذه. ورجع رقد أرمال الحصحصة الأخرى. قالوا تو ما تحبش تحشم، اش عملت لك؟ اش عملتي؟ ما عملتك وعملتي وعملتك. دزوا ضربوا الاخر، بداوا يتضاربوا، بداوا يتقاتلوا. هاك البقعه هذيك حرفوها الشجره اللي تيح عليها واحد منهم تقلع حتى كلاو بعضهم ماكله. قطعوا النقيق، طلعت روح هذا زدت، طلعت روح الاخر، ومراغه دم كانه البطوار. وقتها كيف ثبت اللي هما ماتوا هبط. احشى السيف نتاعو في هيك الدم، وزاد مرغد يديه بلحس وجهه ولا بكله دم، ورجع عينيه تتشاعل وهو قد الكمشة وطوله ذراع ونصف. مشاو يجريوا هاك العساكر يتفرجوا في هاك الزوز موتة. رجعوا للملك حالي نفاهم طاقة وساقيهم علاقة. يا سيدي العفو، قال كان صدقت. قالوا له راهو ها مسارها مسار. قال عادانا واحد كيف هذايا مش تختار عليه، واعطاه بنته وصحح له في الشطر في محكمته. وهذه هي تقريبا حكاية بقع كرك والغول اللي حكاوها لنا الكل احنا وقت اللي كنا صغار. يحكيوا على السلطان عنده بنته وما عنده الا هي. هاك الطفلة كبرت وحظت الزواج، لكن ما صفر عليها حد وما خطبها حد. حتى حار السلطان في أمره، لا أولاد سلاطين كيفه، لا أولاد ملوك، لا أمراء، لا أعيان، لا تجار، كأنهم ما في علمهمش اللي السلطان عنده طفلة. وحتى من الوزير جاء ما عندوش أولاد العزاي ولا يلزموا بها الواحد من أولاده. نهار قال له دبر يا وزير. خير يا سيدي. قالوا لله الصغيرة ما اختبها حد يا أخي، شنية نازلة؟ قال له يا سيدي لا من قلة من ذل يا أخي، وانت قلقت منها؟ قال له لا مش قلقت منها، أما وصلت العمر يلزمها راجل. قال له يا سيدي ما مكتوبها مازال يزي. قالوا من الخرايف العزايز نتاعك المكتوب في صدرية. وين يجبد له الهدرة يقول له مكتوبها ما جاش. حتى بدا يرجع له شاهد العقل هك السلطان هذاك ويصدق بالمكتوب. ونهار قال له يا وزير أيا مش نمشي نفتش على مكتوب بنتي. كيفاش سيدي؟ قالوا هو أصل العادة الواحد يمشي يفكس على مكتوب وشنو. لكن سلطان كيف سلاطين متاع زمان كلمة لا ترد، وإذا كان حكمه ما عادش ثم كلام ويلزم الواحد يتبعهم ويسوق لهم البقر كما يقولوا. قالوا قلت لك نمشي ونفتشوا على مكتوب بنتي ولا نكد. قالوا حاضر يا سيدي. ركبوا على خيلهم وشدوا الثنية. برا ماشيين جاوا في مفرق ثنايا يشوفوا فيها الشايب لحية كيف سبايك الفضة على صدره قاعد وقدامه رزمة كاغذ ومحبرة وقلم ويقص في هاك الكاغذ هذاك تسيكرات
وكل تذكرة يكتب عليها كلمتين ويقول هذا مكتوب فلانة بنت فلان، وينفق عليها يطيرها، هذا مكتوب فلانة بنت فلان إلى آخره. وقف السلطان على بعيد وقال له برا يا وزير، انشدوا على مكتوب فلانة بنت السلطان الفلاني. مشالو الوزير، هبط كب عليه بربي قال له مكتوب فلانة بنت فلان. هز الشاي براسه وخزر، ثم جبل قدامهم قال هاك الجبل. اي نعم. قال له واش شفت في هاك الجبل هذاك؟ قال له شفت هيك عربية هاز شبكة حطب على ظهرها. قال له هذيك مش تولد، واللي مش تولده هو اللي مش ياخذ بنت السلطان. مشى لسيده وقال له يا سيدي، قال لك الولد اللي مش تولده هاك العربية هذيك اللي في الجبل هو مكتوب للصغيرة. حمارت عينيه السلطان، شلاغ منمرت، لحيته طلعت وهبطت، وعرق الغضب نزل بين عينيه وقال شنو أنا في زماني وزماني سلطان البرين وخاقان البحرين ونعطي بنتي لواحد كعلاف أمه ساكنة في خشة في جبل عمارة للقفار وحشو للنار؟ قال له يا سيدي مكتوب. وزير قال باش ما يكتبلهاش هاك الكعلاف هذاك برا توا نحبك أخلط عليها وقصلها راسها باش ما تولدش. ونزل على حصانه ودور روح للبلاد. أمر 30 طاعة، ركب الوزير طلع للجبل، خلط على هاك المرأة، شدها سل الشاكرية وقصلها راسها ودور. ومنها قال بينه وبين نفسه توا هالروح هذه ما نطلبش فيها أنا نهار آخر قدام ربي، لكن قال ايش نعمل، حكم حاكم، السلطان حكم، والحرام ما يتعلقش بذمتي. أما نجم نعمل حاجة، هالمسكينة اللي تقتلت من غير ذنب الأخرى ندفنها باش ما ياكلوهاش الكلاب والذيوبة. من حين دور رجع لها، هو وصل لها وهبط وجبد برنوسه باش يلفها فيه كيف الكفن، والصغير زعق من تحتها. قدرة ربي بهاك الغصرة هذيك وقت اللي نزل عليها بالشاكرية، أحضر سيدي أحمد الخضر والأولياء والصالحين، والصغير خرج منها والملائكة زغرتت. قال سبحانك يا ربي ما أعظم شانك. أحفر لهاك المرأة بالشبور وقرأ لها فاتحة وودعها عند حنين كريم، ولف هاك الوليد في شلامته وركب. روح بيه لداره مدحبل. يا مرأة قال لها صيح وقول يا رسول الله. كيفاش؟ قال له في ساعة اطلع الفرش. وعيط للخدام قال لهم يجريوا جيبوا القابلة لله بالحس. ما خلطت القابلة إلا ما الوليد محطوط في جنب أمه، كيف ما يقع ديما في برشا ديار ملي تخلط الدنيا. قام الصغاريت بوق البواقين وليد في دار المشتاقين، متفرحات وزرير وشربات وناس داخلة تهني وخارجة تهني، والوزير حال الكيسة متاعه ويوزع يعطي في البشارة. سمع السلطان بعث عيط له تشنو يا وزير بالحق مرتك ولدت سمعناش بيها حبلة. قال له بحياة راس سيدي هو قد ما جينا جبنا طبة ومداوينا بالرعواني والكتابة والشنوة، ومرة نقولوا حبلة ومرة نقولوا ما ثماش. توا مدة وكرشها قاعدة تكبر وأنا متحير، زعما حبلة زعما مع شنوة زعما عندها لحمة زعما شنو اش من مرض هذايا. يا أخي بقدرة ربي حبلت وجابت. وقعد ربي في هاك الوليد هذاك حتى حباه ودباه وشد الحيط ومشى، جاب له مدب للدار، كبر الوليد ولا عويزب بلغ كما نقولوا 20 سنة. وقتها خرجوا، كانوا الأولاد بكري ما يخرجوش من الدار حتى يكبروا ويحكيوا معناها كيف يعمل يولي عنده لحية وقتها يخرج من الدار. يحكيوا واحد كيف كبر وعمل لحية وخرج خرجوا بوه من الدار،
تخلي يجري الأم، يام شفت فار كبير في الشارع. هو شنو شاف كرمكم الله بهيم، وعمره ما شاف في وقت اللي هو في دارهم إلا الفار والقطوس. هاك البهيم هذاك ظهر له فار كبير. أي قلنا خرجوا معاه، هزوا للسرايا باش يكب على السلطان، دخلوا معاه وراه كيفاش يعمل، قدم وخر اعطاك السلطنة. قالوا شكون هذا يا وزير؟ قالوا يا سيدي خديمك، هذا الوليد. خزر له، حقق فيه نظر مليح، وصن ولد شباب ظريف لباس. من حين قال جيبوا العدول، ما قلنا امر سلاطين طاعه يشاء ولا ينور. حضروا العدول، قال اكتبوا صداق ولد الوزير على بنتي. حكم حاكم ويعرف الوزير مش مشيول الايل والعصا في يده، وكتبوا صداق. وقتها تلفت الوزير قال له يا سيدي مكتوب. شنو مكتوب؟ قالوا تفكرش يا سيدي هاك العربية نتاع هاك العام اللي قال لنا عليها الشايب وقلت لي انت برا امشي اذبحها باش ولدها ما ياخذش الليلة صغيرة. ايه؟ قالوا هذايا ولد همالة، وراه صار ومرتي لا ولدت لا عمره شق اذنه. اما قدرة ربي والمكتوب وسابق في علمه، وربي يحكم باش هاك الكعلاف اللي انت ما حبيتوش يتزوج ببنت سلطان. وها هوكا كتب صداقها عليها، وتحب ولا تكره. يحكيوا على راجل زمان شتا والحال اي النار، وجا شتا كاسح، وفي الدار تخصوا في الحطب باش يطيبوا ويحميوا الطابونة ويعمروا الكوانن. هز على زايلته وطلع للغابة، ناوي يلقى شي بعض الشجرة شايحة يكسرها ويعبي حمل الحطب يروح بيه للدار. في الثنية يشوف فيها الدالية زاهية في أوراقها كأنها في الصيف. هو يقرب لها وهو يتعجب كيفاش دالية بورقها في جنب اللصم. حتى وصل لها يلقى الأخمال متاعها نودك ولا نشهيك، عنب مهندل مسكي رفرافي العنقود بشارية. قعد يتوحد للباري فيما يخلق، فيها العنب اللي من غير فصل، وفيها الولدة اللي والدتها الدالية، ما يعبي أحمل الجمل. ولا بطل من الحطب وقص هاك العناقد هذمك، عبى بيهم الحمل وروح بيه للدار. المرأة منين هذا؟ قال لها هوك عنب من غير فصل، لقيت دالية في الغابة. قالت له عاد جايبه لهوني وسكت؟ قال لها مالا نعم بالراحة. قالت له برا باش يهزوا هدية للملك، لازم تو يجازيك. ما تعرف الملوك ما هم يحبوا الغلة من غير فصل، بالك يمدكش كيس ب500 محبوب نستغنى. قالها والله قلت الحق في هالدبارة يا بنت الناس، الله لا ينكبني فيك. هذه والله ما جات البالي. واختار عنقود مهم، ارماه في المخلة وخرج ندى بالسرايا. شدته العسل في الباب، لا باس يا بابا، شكاي ولا شاي ولا هدية ولا ثم؟ قال جبت لسيدنا هدية. شاوروا، قال طلعوه. اطلع في الدروج ومعين في جنبه، المجلس منصوب والملك قاعد ووزيره على جنبه والدايرة، زوز عدول حالين فطرهم وقاعدين، السياف واقف وشكريته في يده. ادخل هو، قدم وخر اعطاك السلطنة. قالوا لا بس عليك يا ولدي. قال له يا سيدي جبت هدية يا سيدي. تراخل قدم اجا. اتقدم مد له المخلة، قال له يا سيدي عنقود عنب من غير فصل. تراخل
خذاها الملك من يده، حشاي يده في المخلة باش يجبد العنقود. يده وقفت، خزر للراجل، قالوا شنو اللي في المخلة؟ قالوا عنقود عنب يا سيدي. قالوا متحقق اللي هو عنقود عنب؟ قالوا شنو متحقق؟ انا قصيته بيدي وانا حطيته في المخلة وانا جايبه. قالوا بالك حاجة اخرى مش عنقود عنب. قالوا عاد لا اله الا الله. قالوا بالك في ثنيتك المخلة عطيتهاش لحد ولا خليتهاش في بعض البقعة وحطوا لك فيها حاجة أخرى. قالوا لا لا يا سيدي، ملي حطيت فيها العنقود وهي في يدي ما فارقتنيش بالكل حتى وقفت قدام سيدي. قال اكتبوا عليه يا عدول. كتبوا عليه. قالوا يا احشي يدك انت في المخلة متاعك واجبد العنقود. احشى يده وقفت يده، يزس بصوابعه في العنب، يحس في حاجة أخرى، يتلمس. هذا شنو ما فهموش. قالوا خرج يدك. اجبد هاك الحاجة اللي في المخلة، خرجها، وإذا بيه راس بنادم. شنو هذا؟ قال تفجع هو بيده الراجل. قالوا يا سيدي ما نعرفش شنو هذا. قالوا كيف تعرفش؟ مش قريت من لسنك اللي المخلة من اللي حطيت فيها عنقود العنب وهي في يدك ما سلمت فيها لحد في الثنية وحتى وصلت قدامي؟ قالوا نعم سيدي، تحت نظري ما سلمتش فيها ولو لحظة. بالك انت جاي في الثنية ووقفت باش كما نقولوا طير الماء وحطيتها في جنبك، جاء واحد هز منها العنقود وحط في بقعته راس بنادم. قالوا لا يا سيدي. قالوا ما لقر شنيه النازله هذه؟ هالراس هذا منين جاء؟ لازم في بعض السبه، ويا لها من سبه. قالوا في علم شيء يا سيدي. قالوا يقروه. اتمكن به الجلاد وبدا يضرب بالنافعه، كلا على خليقته حتى ما عادش تعقل، كتفوه سلسلوه قعدوه على دبو. لا دبوزه ما ثماش وقتها، هذيك اخترعوها الفرنسيس في الجزائر. اما حطوا له صوابعه في المنقله، كبسوا شيء. الراجل ولا يسلت في عرق الغلبه، مشى وجه الدنيا جا وجه الاخره، حتى تلفيقه من التلفيقات خزر للراس، خزر للوجه بتاعك الراس هذاك، حقق فيه انظر، دور وجهه منها عاود خزر مرة أخرى، وخذا فيها الرب معطاه بط ساكت دايخ. رشه بالماء فاق، زاد خزر للراس، عاود داخ مرة أخرى، عاودوا فيقوه. الوجه كان أحمر بالضرب ولا أصفر كيف الليمونة، القلب ولا يضرب ضربتين وضربة، الموت نشرت قدام عينيه. قالوا يا سيدي آذنهم يكفوا عليا من الضرب، وها هي الحقيقة. العفو. قالوا كصدقت. قالوا يا سيدي إذا كان الكذب ينجي صدقا جوانجا مليح. قالوا المقصود برك الحقيقة. قالوا يا سيدي عندي ثانية وارثها من بابا، وجاري عنده ثانيته في جنب الشارع نتاعي الحد بالحد، اتخاصمنا على الحد اللي بيناتنا، هو يحب ياخذ لي ذراعه وانا يحب ناخذ ذراعه، ما نعرف شنو. اي اتخاصمنا قدام الحاكم، اظهر الحق لي هو، ولات عداوه بيناتنا وحقدت عليه كانها بيناتنا روح. ينهار انا في الغابه ولقيت ولده، قلت ما نلقاش في غريمي نهار خير من هالنهار هذا، وتمكنت بك الولد وقلت له توا نقتلك لابعد، ومشات فيك في الحشاشه وما يفتن بك حد. قال لي ما نشكي بيك، نشكي بيك. قلت له شكون تشكي بيا؟ قال لي الملك الكبير، والملك الكبير يقول للملك الصغير، والملك الصغير هو اللي خلص لي حقي. قلت له حتى يقول الملك الكبير للملك الصغير وتوا يخلص لك حقك. على دورة 10 أميال ما ثماش انس في هالغابة هذه الا الطيور في الشجر، لا من يجيب لك خبرة. وتكيت عليه يا سيدي ذبحته.
وحفرت له وردمته. هذه اليوم عندها عام صحيح، واليوم عمالي ربي بصيرتي ما رديتش بالي، ما فطنتش اللي البقعة اللي لقيت فيها الدالية هذيك هي بيدها اللي حفرت فيها للولد وردمته. قال له مالا تصديق لكلامه؟ الملك الكبير ها هو قال للملك الصغير، وانا الملك الصغير هاو مش نقص لك بعد راسك. ويا قاتل الروح وين تروح؟ دوروه. هاك الليلة في حصة اختبر ذكاك يحكيوا على سيدي بوقفة. قال لك في بر ترك وقت سلاطين آل عثمان قبل الجمهورية وهالنظام الجديد، وقت اللي كانوا يلبسوا الشاشية المجيدي والكشطة والقفطان والشلاغم مبر ما تكتف جمل، كانوا ترك يقولوا ياسب الأولياء والصالحين ويستعقدوا في الزوي ويوعدوا ويزوروا ويهديوا. قال لك ثم زاوية في بحيرة لنظول فيها شيخ رجل كبير لحيته بيضة كيف سبايك الفضة على صدره، 3 سبح في رقبته والكعب بتاعهم قد البوتشي، ميعاد وخوان وبيوت ملاية بالسكان بالزيار، زيار جايين من كل بر، هذا جايب ثور وهذا جايب علالش وهذا قمح وهذا شعير وهذا سمن وعسل وهذا دجاج وعظم، والداخل ياكل والخارج ياكل، النار ما تطفاش، وكل فطور وكل عشاء تخرج قصاعي الكسكسي والمسلان، يعني زاوية تطعم كما يقولوا، مستعقدين فيها ياسر سكان هاك البر هذاك الكل، واللي تتقضى له حاجته لازم يجي مدحبن زاده بالغنم ولا بالبقر ولا حاجة وبالحراير والزرابي والبطاطن والفلوس. انهار الشيخ كلف واحد من الخيوان متاعه بقضية باش يمشي للبلاد الفلانية كيف ما نقولوا لزمير، اعطاه ابهيم كرمكم الله وقال له اركب على البهيم هذايا وامشي هكا بالمرحلة بمرحلة حتى توصل. اركب بالراجل وشد الثنية، النهار الاول الثاني الثالث هاك البهيم هذاك ثقلت ساقه ولا يمشي بالخطيوة، ومنها ولا يتعثر، ومنها حشاه خشمه في القاعة وبرك. اهبط الراجل جاي قعده ويلقى البهيم مات. كيفاش مش يعمل قالتي هات الساعة نردمه ويعمل الله دليل. حفر له حفرة وردمه وقعد يخمم كيفاش مش يوصل لهالبلاد اللي بعثوا لها الشيخ، مش يمشي على ساقيه قداش تحب له باش يوصل، زعما يتعداش بعض الفارس يركبوا معاه. هو هكا قاعد ويدو على خده ويخمم، والعجاجة قامت والغبابة تطاطر للسماء والدريز كأنها محلة جاية، بدات تقرب بشوية بشوية حتى وصلت، وبدا يشوف شنو خيل تتراكض وصبايحية شاهرين السلاح وكروسة راكب فيها باشا قدرني قدرت والله متاع هاك البلاد هذيك، ماشي للباب العالي لاسطنبول، بعث له السلطان باش يجي يقابله في قصر يلدز. كيف وصل على حده قال وقف يا كرارسي، تشبيك يا ولدي؟ قال له يا سيدي بهيم الشيخ الدوام لله مات لي في الخلاء هذايا، ما لقيتش شكون يعاونني،
هاني كنت توا ندفن فيه. الباشا مدريز نتاع الخيل ومن الهرجة هذيك ما سمعش مليح، ما سمعش كلمة بهيم، سمع الشيخ. مشى في فكره راجل ولي صالح مات ثم على غفلة، واش أحسن من اللي يموت هكايا على غفلة من غير مرض ومن غير تعب ومن غير ما يملوه أهله. ظهرت له هذيك من أشاير الشيخ، من أهل الجنة يعني. قال أنا ماشي لمولانا السلطان ابعث لي، ما نعرفش علاش. اسمع يا مدد، استناني هوني حتى نرجع، واقرا لي واطلب ربي باش يسترني. كان ربي جابني في الصواب والسلطان مش متغشش عليا، راني كيف نرجع نبني زاوية هوني للسيد ونحطك انت الشيخ متاعها. وكان ما رجعتش اعرف راهو السلطان رماني في الحبس ولا للصيودة ولا للمراس. وشد ثنية ومشى، قلبه يدق وخايف ويحسب في 1000 حساب، زمانتها على أقل شيء أكبر كبير هيتقص راسه. يا أخي ما كانش ثم موجب للخوف متاعه. قبلوا السلطان قبول أحسن وقال له راني سمعت بيك اللي تحكم بالحق وترفق على الرعية وما تاكلش فلوس الناس، عيط لك باش نعلق لك النشان الهاميوني ونزيدك البلاد الفلانية تحكم فيها. وروح الاخر ماشي يطير بالفرحة يشطح في الكروسة. قال هذه كرامة الشيخ، الكرامة الأولى. رجع على ثنيته وصل لهك البقعة، يلقى الراجل باسط كفوفه للسماء وعينيه مغربة وهو يقرأ ويلعلع، ما فاطن بشيء. والراجل اطلع حتى هو أشمن وحيد، عجبته اللعبة وقال إذا كان رضى الله لازم نعمل أفار مع هالباشا هذا. وقفت الخيل، وقفت الكروسة، الراجل مش هوني، عمل نفسه مفطن بشيء، سابح في علم ربي. أهبط الباشا بخشوع وقف عليه، قعد يستنى فيه حتى رد السلام وتلفت، وقتها طبس وكب عليه. ها قالوا تقضات القضية ما هو يا باشا؟ قال له يا سيدي ببركة الشيخ وبفضل دعاك. اما لا يا سيدي تعرفش كيفاش، اقعد انت هونية، هاني تو مش نبعث لك البناية ويكون كل شيء على نظرك وتحت اشارتك، وكبر قد اللي يظهر لك، ما تخافش على المصروف. من غدويك خلطوا البناية، جات كرارة الحجر، الجير، الكذا، الزليز، والاخر احفروا هوني، اعملوا الساس هوني، ابنيوا المقام هوني، هذوما بيوت، هذه ميضة، هذه المصلى، هذا اسطبل للخيل، هذا للخزين، هذا الغنم، هذا البقر، هذا الدجاج، هذه دار الشيخ. وجاو النجارة والحدادة والدهانة، ولات زاوية، زاوية وعليها الكلام. أعلى بعيد تظهر قبتها خضراء ورمانتها نحاس تللش في الشمس. سمعوا الناس بدأت الزيار دازة، زاوية جديدة بناها الباشا على خاطر شاف إكرامة للشيخ، ودزت الخيرات ولات حظبة وسوق دلال والذبيحة ديمة كل يوم والدم يسيل. ما هو الجديد إله طربة والقديم إله ضربة. هاك الزاوية القديمة ما عاد مصفر عليها حد، لا زيار لا ماشي لا جاي، فروج الدجاج ما عادش يشوفوا الشيخ. نشد الخيوان تشتم يا جماعة، قالوا ما عرفوش الشيخ، قال تراه استخبروا. ركب واحد منهم مشى، غاب 3 أيام، رجع
قال يا سيدي راهي ثم زاوية جديدة على مسير 3 أيام من هوني، الناس الكل مروحت لها. عجايب، زاوية شكون؟ قال ما نعرفش، أنا شفت من بعيد. قال نمشي نشوف. شد ثنية، النهار الأول الثاني الثالثة يوصل، ضرب الكتف بالسيف في نجم شق الحظبة ووصل. أيا قال ميعاد منصوب، قعد من جملة الناس يخزر للشيخ. هذا مش من الخوان متاعي، هذا مش فلان اللي كنت هاك الايام بعثته في قضية الزمير. هو مش هو، هو مش هو. خزر حتى لاخر تلفيته من التلفيتات جات العين في العين، عقل الشيخ متاعه. أيا وفى الميعاد، قراوا الفاتحة، خرجوا جماعة بالواحد وكبوا على الشيخ. قعدوا هما الاثنين. قام كب على شيخه وقال له جيتك من جناب الله تسامحني يا سيد الشيخ، راهو خاني عرفي وغواني الشيطان. قال له مليح مليح، قل لي شكون اللي مدفون هوني. قال له يا سيدي إذا كان الكذب ينجي صدقا نجا ونجا، راي النازلة فيها وفيها، بهيمك هو اللي مدفون تحت هالتابوت هذا. سامحني سامحني يا سيدي، ويكون الفضل منك، وانت راك في مقام الوالد والبو ما يتشددش مع ولده. قالوا لا 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 ما يسالش ما يسالش ما يسالش، كما يدين الفتى يدان. تعرفش انا شكون اللي مدفون عندي في الزاويه متاعي؟ بو هالبهيم هذا اللي دفنته وانت في زاويتك، وكلنا في الهوى سواء. انا دجال وانت تربيت عليا على يدي، وهاك طلعت دجال اكثر مني. لا هو الطبيب قل لي شكون قتله يا اخي، مش صانع هو.